السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم متابعين قناة أهل فرانكو. في بداية الكلام الصلاة والسلام على رسول الله، وانزل على طول اشترك في القناة. طبعا خلال الأيام اللي فاتت دي كلها بنسمع عن منشطات لعيبة الزمالك، ولعيبة الزمالك بتحشش و طب بنسمع من مين بقى؟ أول ما نتكلم هو رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. أول ما اتكلم إن في لعيبة هربت من القايمة، أما عرفوا إن في اختبار منشطات موجود في مباراة الداخلية، فاحنا يا جماعة فلق مش هينفع ده على وصف الصيغة بتاعته. طبعا اللعيبة دي زعلت وشافت ان الكلام ده غلط، كلام طبيعي جدا وكلام منطقي. لو انا ما بعملش كده هزعل واتضايق، لكن اتفاجئنا ان اللعيبة رجعت اعتذرت. معنى انك اعتذرت معنى ان انت فعلا خليك في الامر ده، او انت بتحشش او انت بتاخد منشط او انت بتاخد اي حاجة. خصوصا لما لجنة المنشطات راحت وصلت النادي، اللعيبة دي كلها ما كانتش موجودة. وكمان احمد سيد زيزو ما كانش موجود، اللي حط حواليه شكوك جامده هو زيزو. الفتنس طبعا كله عارف ان زيزو لعيب الزمالك لعيب مميز، فده حاجه تخليك تقول مثلا لعيب ينفع يلعب في اوروبا او بتاع، وما شاء الله مجهوده كويس وبتاع ولياقته في اول دقيقه لحد اخر دقيقه. اما يحصل فيه ان في منشطات جوه النادي ولاعيبه بتعمل اللي هي عايزاه ومحدش بيكشف عليها في المنشطات، خصوصا انهم طالعين من افريقيا بدري، وبعد ما طلعوا من افريقيا في الدوري هنا الحكايه مش شايفين هم او ما حدش واخد باله منهم، فبيعدوا الامور. والكلام ان زيزو على مجهوده ده ما شاء الله ربنا يديله الصحه، وان هو بيعمل مجهود كويس والكل بيشيد بيه، ان هو يختفي او يتغيب في يوم الكشف، فانت تحط الله انت بتاخد منشط وخايف تتكشف عليك ولا ايه؟ كل ده اتحط قدام الدنيا كلها ان لعيبه نادي الزمالك فيهم كعبله، خصوصا لما اللعيبه ترجع تعتذر واعتذار مذل. عبد الله جمعه واقف ولا كأنه ممسوك في يعني مش عارف صراحه ايه اللي بيعمله. الكارثه دي كلها ان في الاخر بعد ما اعتذروا قال لك النتائج سلبيه. انا قعدت كل ده اتفرج ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيتم، في الاخر النتائج طلعت سلبيه. مش ممكن النتائج لو سلبيه للعيبه دي لازم تاخد يعني إيه انت تطلع تتهمني ان انا بعمل واسوي، وفي الاخر انا ما بعملش اصلا. يعني انا راجل تمام وملتزم وانت بتقول ان انت راجل مش ملتزم. ما بيني وبينك التحليل والعينات. العينات ما دام سلبيه واثق قوي انها سلبيه ما اعتذرلكش. لا انا بقى مبسوط بقى نظام ده الاب الروحي لينا ويشتمنا ويطلع عينينا وهو ابويا. براحتك انت بقى، قلت من قيمتك ما قلتش من قيمتك براحتك، كل واحد براحته. هتشتم وهتتعمل واطلع اقف جنبك اعتذر، انا حاجه غريبه والله العظيم، حاجه غريبه. وهو كمان معرفش ماله المكتب بتاعه والكاميرا واللعيب لازم يخش كده وفي شله ماسكاه ومقبوض عليه، ناقص الكلبشات. خلوه يمارس اعماله بقى. الراجل ده بجد يعني حاجه، رغم ان انا يعني مشكلة ان الموقف ده يسيء لنادي الزمالك جامد قوي. الواحد زعلان مش كده لان الرياضة مأخوذة كلها في الموضوع. المنظر بتاعنا كله عبارة عن رئيس نادي بيتهم ناس بالمنشطات، العالم كله بيتكلم عليها، وبعض الصحف بره ده في فريق في المنشطات وبتاع، والدنيا سخنت. فجأة العينات سلبية، او كلام ان العينات هتطلع سلبية واللعيبة مش هتلعب عشان بس مرهقين. متنفعش ومش ممكن تكون العينات سلبية. لو سلبية اللعيبة دي مش عايز اقول يعني ما عندهاش كرامه، يعني ان هو يطلع يقول عليهم كده وبتاع. اصلك مش عارف مين قال لنا، مين هو اصلا بتاع غرفه الملابس، ولا واحد وهو السبب. هو كل مره في حد كده هو اللي غريب كده هو اللي بيلبس الليله. شغل افلام وشغل قديم قوي. هو في ايه؟ كله كوم بقى، ويطلع يقول لك اللي هيتكلم على فتوح وعبد الله جمعه مش عارف ايه، وما اعرفش مين اللي بيسيد الاشاعات دي. بعد مسك طبله زفهم زف على كل القنوات، وبعد ما طلع ابنه اتكلم وقال هربوا وما هربوش من القايمه، وقال لك ما تقيدنيش ومش عارف ايه. بعد كل ده الاشاعات دي بتساب ليه وبتعمل ليه؟ فسؤال اليوم، هل الزمالك مظلوم ولا ظالم؟ اخطاء الفار خلال سنتين اللي في مصلحه الزمالك، مظلوم ولا ظالم؟ وبلاش ناخدها الزمالك، خلينا نقول مجالس ادارات نادي الزمالك. المجلس الحالي لنادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك اللي هو لحد دلوقتي محمي وبيشتم وبيغلط وبيعمل في كل حاجه نعرفش. لجنه المنشطات اللي الحكايه هتعدي وهتمشي واللعبه دي هتلعب اي كلام. وفي الاخر
انت بتتحارب من الدوله وبتتحارب مش عارف من مين وبتتحارب من مين والمجرات وبتاع، والاهلي هو اللي اخد الدعم والرعايه. انت كواحد محترم او زملكاوي محترم او اي شخص محترم تصدق ده؟ بعد كل ده المفروض ان اللي ايه اللي فيك يجي فيا انا، كل الدعم ده والحمايه دي والطبطبه دي ومنشطات وبتاع. انت اصلا الجزيري اما لعب كان المفروض اصلا الدوري ده يتاخد منك. سيف الجزيري بالخدعه اللي اتعمل بتاع التقييد دي، ان انت قيدته وهو غلط، المفروض اصلا الدوري ده يتسحب منك اللي فات، واللي قبليه يتسحب نتاج عن المباراه بتاعت امام عاشور وسيف جعفر وشويه لعيبه لعبوا مع الناشئين مباراه حصل عليهم عقوبات بسبب سب وشتيمه. المفروض يلعبوا المباراه الفاصله الاول ثم يتعدلهم المباريات من الدوري العام، لا هم اجلوا المباراه الفاصله وتعدلوا المباريات من الدوري العام فلعبوا. الماتشات اللي لعبوا فيها دي كلها باطله باطله، والاهلي اخذ من مركز التسويه والتحكيم حكم بده ان المباريات دي باطله والدوري المفروض يتسحب. راحوا هم عاملين ايه بقى؟ ما لعبوش المباراه الفاصله، لان المباراه الفاصله لو اتلعبت معناها تاكيد ان من اول مباراه فاصله هم بعد راحوا لاغيين يعني المباراه الفاصله دي اول ما تتلعب تبدا تعد للعيبه، تبقى دي اول مباراه ايقاف، ثم تبدا تعد لهم اللي اخد 8 ماتشات واللي اخد مش عارف 12 ماتش واللي اخد 6 ماتشات، كل واحد على حسب اللي عمله. اخد كل واحد عدد يبقى ده اول ماتش وتبدا تعد له. لازم المسابقه اللائحه كانت بتقول ان المسابقه اللي انت فيها تخلص الاول، والمسابقه كان فاضل فيها ماتش فيصل. الماتش ده اترمى ثم اترمى ثم اترمى ثم في الاخر اتلغى عشان ما تعدلهمش، عشان هم تعدلهم بالدوري ايقاف من الدوري بس. طبعا وكان على راسهم امام عاشور اللي كان اخد اكبر عقوبه 8 تقريبا وكان هو اهم لاعب في الوقت عشان ساسي هيمشي وكده يعني. واتكوست الامور عشان انا نادي الدوله، عشان الشعار اللي ورا ده هو نادي الدوله بس. ما اقدرش اقول اكتر من كده. شكرا ليكم واتمنى لكم كل الدعم. تحياتي ليكم واجيلكم تاني ان شاء الله في مواضيع تانية. اتمنى ما تكونش ولا مواضيع كعبله ولا فيها فضايح ولا فيها مصايب. شكرا لكم.